مطعم اسماك السويس، من اجمل المطاعم الموجوده هنا بالنسبه لمدينه السويس. بصوا المكان بتاعه هو قريب جدا. لو احنا بصينا لاخر الشارع ده زي ما انتم شايفين، ده هيكون هناك من اللي هو ميدان ال40 اللي فيه التمثال بتاع انور السادات. عندكم هنا في برضو الفراج البنك هنا جنبيه، وادي مطعم اسماك السويس زي ما انتم شايفين. طبعا في حاجه كنت حابب اسال لكم عليها في الاول بالنسبه للمكان هنا، ان هو اولا النظام بتاعك ان انت بتنزل تختار السمك اللي انت عايزه بتصوره، وبعد ما بتاخد السمك اللي انت خلاص اخترته بعد كده بتطلع فوق على الترابيزه عقبال ما يتم تسويته. تمام. في هنا كذا مكان برضو لو احنا حبينا، في مكان برضو هم بيظبطوه بالنسبه للباركينج، لو حاجه بالنسبه للتيكاوي برضو موجود. المكان هنا مش عايز اقول لكم قد ايه نضيف، والتعامل بتاعه راقي جدا، علشان برضو موضوع ركنه العربيات. حتى البنت العريض كده شباب. بصوا مملكه، مش حكايه مطعم قد ما هو بجد يعني حاجه جامده جدا. انا هوريكم دلوقتي المكان بتاعه من داخله. تمام. زي ما قلت لكم ان احنا بالنسبه للمكان هنا بتكون الدنيا بتاعته مختلفه شويه بالنسبه لموضوع السمك. انت المفروض ان انت بتيجي هنا بتختار السمك اللي انت عايزه، وبعد ما تخلص الموضوع بتاعه انت بتبلغ الشيف محمود اللي هو عمال يتكلم مع العملاء هنا، وبيشرح لهم طبيعه الاكل اللي هم عايزين يعملوه ازاي بالظبط. زي ما انتم شايفين الجمبري، بصوا جمبري، بصوا قد ايه. ده هنا بالنسبه للجمبري السويسي، طبعا ده من اشهر الحاجات الموجوده هنا. في طبعا هنا عندك في عندك البطارخ، البوري، اسماك في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين. في عندك سوبيت، في كل انواع السمك اللي انتوا عايزينه. بس احنا كده خلصنا يعتبر الجزء الاولاني اللي انت داخل بيه المكان، وبعد كده المفروض اللي احنا هنطلع هنصور بقى المكان اللي فيه قاعات. طبعا مش عايز اقول لكم قد ايه المكان نضيف جدا برغم انه محل بتاع مطعم سمك، بس طبعا احنا كده هنصور بقى الدور الاولاني. اول حاجه بيكون على ايدينا اليمين بيكون في هنا موظف الكاشير، وده اللي احنا بنحاسب عنده. دي اول حاجه. في هنا برده ثلاجات لو حابين نشرب اي حاجه ساقعه، وحمامات بالنسبه للرجاله وللسيدات. طبعا دي نقطه كنت حابب بس اكد معاكم ان المكان نضيف جدا، ما تلاقوش من اي حاجه، ما فيش ريحه زفاره في اي حاجه. الاكل طعمه حلو جدا، وانت هتشوفوا شكل الاكل عامل ازاي. كده احنا هنخش بقى على المكان ده. المكان اللي بيطلع منه السيرفيس بتاع السلطات بالنسبه للدور، وطبعا دي حاجه كويسه اللي هو هيكون جنب الصاله علشان ما نتاخرش على العمره. وبصراحه الاكل كان بيتجهز على طول، ما كملناش بالظبط 10 دقايق ولا ربع ساعه وكان الاكل نازل على الترابيزه. وطبعا دي حاجه كويسه جدا، هم ما حبوش يتاخروا على العمره خالص. المكان بصراحه نظيف، التعامل كويس جدا بالنسبه للموظفين الموجودين هناك، تعامل راقي ومحترم جدا. حاجه بجد حابب الواحد التعامل او حابب اللي هو يجي المكان ده مره تانية. طبعا في هنا برضو قسم لو انتوا حابين مثلا بالنسبه للحلو، حاطينه هنا في التلاجة زي ما انتوا شايفين. المكان نضيف قوي، قادر حلو اللي قلت لكم عليه، كل حاجه مغلفه، حاجه نظيفه جدا. بصراحه بجد كانت تجربه انا كنت مبسوط منها في السويس، اللي انا جيت مطعم زي مطعم اسماك السويس وشفت قد ايه التعامل الراقي والاسلوب اللي كانوا بيتكلموا بيه الموظفين هناك. فانا عن نفسي هرشح اي حد لو عايز يقضي يوم وياكل مطعم في السويس، مفيش قدامه غير مطعم السويس زي ما انتم شايفين كده. المكان بتاعه سهل وانا شرحت في اول الفيديو. ما تنسوش اهم حاجه ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو، وعملوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، بحيث ان انتوا تتابعوا كل العروض اللي انا بنزلها، سواء كانت زياره اماكن او فنادق او تصوير رحلات. وبرضه تابعوا عروض الرحلات اسلام زايد. بصوا احلى مكرونه ممكن ناكلها زي ما انتم شايفين.